ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. في جملة كنت قريتها في كتاب لمارك مانسون، وهي ان هو بيقول بس في الاخر مين اللي مسؤول، انت ولا هو؟ انا عايزه اسالك سؤال. لو حد وجعك في حياتك وجع جامد قوي واذاك اذى جامد قوي، هو اكيد هو اللي هيتلام على الاذى ده، بس مين اللي هيكون مسؤول عن الاذى ده؟ اوعى تفتكر ان اللي مسؤول هو، لا خالص. الكلام ده تبقى انت بتقوله لنفسك عشان تريح نفسك وتقنع نفسك ان انت تفضل في المكان اللي انت واقف فيه. لازم تبقى فاهم وواعي ان انت اللي مسؤول، انت اللي مسؤول عن ان انت تستمر في الحزن اللي انت فيه، انت اللي مسؤول ان انت تفضل متمسك بحاجة خلاص ما بقتش موجودة، انت اللي مسؤول ان انت تقول لنفسك انا ماليش دعوة، مش انا اللي عملت كده في نفسي. هو انا كنت احب ان انا اتوجع؟ اكيد محدش فينا يحب ان هو يتأذي ولا يتوجع، بس صدقني انت بتقول الكلام ده لنفسك عشان تقنع نفسك ان انت مش في ايدك حاجة تعملها، في حين ان انت اللي مسؤول كل المسؤولية على ان انت تقوم نفسك من اول وجديد. اوقات كتيرة قوي من كتر ما الحزن بيبقى جامد قوي والوجع جامد قوي وقعد فترة كبيرة، الحزن عندنا بيتقلب لحاجة كأن عندنا ولاء ليه، كأن احنا مش عايزين نسيبه، عندنا تمسك للحزن والوجع ده، مش عايزين ان احنا نتخلى عنه، كأن لو تخلينا عنه هنتخلى عن جزء مهم قوي في حياتنا. بس انا عايزة اسألك سؤال تاني. هو انت لما تفضل متمسك بالحزن ده والايام والشهور والسنين تعدي وعمرك يعدي، مين اللي هيكون خسران، انت ولا الشخص اللي وجعك؟ صدقني ساعتها هتكون انت اللي خسران مش هو، انت اللي خسران عمرك اللي انت مش هتعرف ترجعه. انا عايزه اقولك ان انت تقدر ترجع حاجات كتير قوي في حياتك الا الوقت والعمر اللي راح. طب ليه تفضل تضيعه على حزن وتمسك بحد هو اصلا باعك؟ خليها قاعدة في حياتك، اللي يبيعك اوعى تشتريه، مادام هو باعك يبقى هو واخد القرار ده وهو واعي 100% ان هو مش عايزك في حياته. طب انت ليه تفضل مخلي في حياتك شخص هو اصلا نفسه مش عايزك؟ ما هو انت استمرارك في الحزن والولاء للوجع ده معناه ان انت مخليه في حياتك حتى لو جزء صغير جدا. طب انت ليه تعمل كده في نفسك مادام الشخص نفسه مش عايز ان انت تبقى في حياته؟ يبقى انت تخليه في حياتك بعد الاذى والوجع ده؟ يبقى حرام عليك نفسك. وصدقني اي حد اذاك او وجعك ربنا كده كده هيرد لك حقك، سواء عرفت او انت معرفتش، كده كده هيرد لك حقك في الدنيا وفي الاخرة كمان. جرب اشتري نفسك وابدأ طور من نفسك وفكر في الأولوية اللي هي انت وبس. جرب ابدأ حاجات جديدة، اعرف ناس جديدة، ركز في الحاجات اللي ما كنتش تعرف تركز فيها قبل كده من كتر ما انت كنت متضايق وحزين. صدقني هتنبهر بكم الحاجات اللي في حياتك اللي ممكن تشغلك وتريحك، بس انت اللي ما كنتش واخد بالك منها. واللي عايزه اقوله لك ان الدنيا كده كده ماشيه ماشيه وانت متضايق، وماشيه وانت مبسوط، ماشيه وانت مقرر ان انت تقوم، وماشيه وانت مقرر ان انت تفضل واقف في مكانك ومش بتتحرك. هتلاقي الناس حواليك بتطور من نفسها وبتتغير وعايشه، وانت اللي واقف عند نفس النقطه اللي عمال يعدي عمرك عليها وانت مش بتعمل فيها اي حاجه. وفي كلمه اخيره عايزه اقولها، مش عيب ان انت تواجه نفسك بالغلطات اللي انت عملتها اللي وصلتك للوجع اللي انت فيه ده مش معناها ان انت شخص وحش، لا خالص، بالعكس، ده انت معناها ان انت شخص قوي جدا، ان انت تقدر تواجه نفسك بالنواقص والعيوب اللي فيك عشان تحسنها وتبعد عن اي حاجة ممكن توصلك للوجع ده مرة تانية. انا كنرمين شخصيا اكتر حاجة في حياتي بتهمني وبتقلقني ان انا لازم اخد بالي منها هي الوقت ان انا لازم استغله واعيشه وما ضيعوش في حاجات ممكن ترجعني لورا. ركز قوي في حاجة زي دي، لان العمر بتاعك انت، وربنا ادالك حياتك انت اللي تتحكم فيها باحسن طريقة، مش عشان تفضل واقف مكانك وما تتحركش بسبب حاجة واحدة وجعتك في حياتك تحكي ان هي القصة كلها. بلاش ترسم حياتك على حاجة خلاص انتهت. موف اون وعدي حاجة زي دي مهما كانت صعبة، بس صدقني لو انت عندك ثقة في نفسك ان انت هتقدر تعديها فهتعديها. وعايزة اقولك ان مشكلتك مش نهاية العالم ولا نهاية حياتك، والابتلاء اللي انت فيه ده مش نهاية العالم ومش نهاية حياتك، هي بس ربنا بيختبرنا في حاجات كبيرة قوي في حياتنا عشان يشوف احنا مؤمنين بيه لدرجة ايه، وعشان يشوف احنا هنصبر لدرجة ايه عشان يدينا ثواب على الصبر ده. يا ريت تكون بعد ما سمعت كلامي ده، لو انت شخص واقف في مكانك او ان انت عمال تسأل نفسك طب اعمل ايه يا رب انا ماليش ذنب، يا ريت تكون غيرت رأيك وغيرت تفكيرك وتبدأ تركز مع اهم حاجة وهي انت.
اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.